السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي. أهلا بكم في الحلقة الخاصة بمراجعة ليلة الامتحان. معاكم مستر تامر سعد. الحلقة بتاعت النهاردة حلقة مهمة جدا. النهاردة مركزين على سؤالين مهمين جدا في الامتحان، وهو السؤال الثاني سؤال الديالوج سؤال المحادثة، والسؤال الخامس سؤال ريد اند كوريكت الخاص بالقواعد. طبعا احنا نزلنا فيديو قبل كده حلينا فيه التدريبات الخاصة بالتشويس السؤال الاختياري. هسيب لك رابط الفيديو ده في الوصف اللي تحت الفيديو ده، ولازم تراجع الفيديو ده كويس جدا. وبالنسبة لسؤال الباراجراف احنا برضو عملنا فيديو قبل كده شرحنا فيه ازاي تحل باراجراف. هسيب لك برضو رابط الفيديو ده في الوصف اللي تحت الفيديو ده. يلا بينا عشان نبدأ الفيديو بتاعنا. هناخد أول محادثة معانا complete the following dialogue. نادية is telling آدم about her favorite hobby. نادية بتخبر آدم عن هوايتها المفضلة. آدم بيسأل بيقول what is your favorite hobby؟ ما هي هوايتك المفضلة؟ المفروض ان نادية قالت محدش يكتب اي حاجة يا شباب غير لما نكمل بقية المحادثة عشان نعرف هي بتتكلم عن ايه. نادية كملت I play it on Fridays. انا بلعبها ايام الجمعة. بعد كده ادم سأل سؤال. نادية قالت I usually play tennis in the club. انا دايما بلعب تنس في النادي. يبقى كده هواية نادية المفضلة playing tennis. يبقى احنا كده عندنا في نمبر 1 هنكتب my favorite hobby is playing tennis. بعد كده آدم سأل سؤال بناء عليه نادية قالت I usually play tennis in the club. يبقى آدم كان بيسألها عن مكان اللعب. استخدم أداة الاستفهام where، وبعد أداة الاستفهام بنجيب الفعل المساعد do. محدش يجيب are ومحدش يجيب is ومحدش يجيب أي حاجة كده. احنا طبعا بنستخدم فعل مساعد من الإجابة. فهنا طبعا هنجيب الفعل المساعد do، يبقى where do، واحول I ليو، وبعد كده احط الفعل play واكمل بقى تنس او it، فاقول where do you play it. نادية ردت قالت I usually play tennis in the club. بعد كده آدم سأل how do you go there؟ ازاي بتروح هناك؟ نادية تقول أي وسيلة مواصلات مش مشكلة. ممكن تقول له I go there by bus أو I go there on foot زي ما أنت عايز. بعد كده آدم سأل سؤال. نادية قالت I play with my best friend. كده آدم بيسألها بيقول لها أنت بتلعبي مع مين؟ يبقى استخدم أداة الاستفهام who do you play with، وبرضو جبنا الفعل المساعد do لأن أنا عندي الفعل تحت في المضارع بدون S. بعد كده آدم سأل قال do you have any other hobbies؟ نادية ترد بقى yes I do أو no I don't زي ما أنت عايز، الاتنين صح. تعالوا نشوف المحادثة التانية. هدى is asking رحمة about her family. هدى بتسأل رحمة عن عيلتها. هدى بتقول where does your family live؟ أين تعيش عائلتك؟ رحمة ردت رد إحنا مش عارفين غير لما نكمل. هدى قالت what does your father do؟ يا ترى وظيفة باباكي ايه؟ برضو لسه مش عارفين. هدى سألت تاني سؤال. رحمة ردت قالت in a big hospital، في مستشفى كبيرة. احنا طبعا لسه مش عارفين لحد دلوقتي رقم 1 هتبقى ايه، بس تعالى بس نكمل كده المحادثة. هدى قالت do you like visiting the pyramids؟ انت بتحب زيارة الأهرامات؟ نرجع بقى فوق لأن احنا كده عايشين فين؟ in كايرو. يبقى نرجع لنمبر 1 تاني فوق. where does your family live؟ هتقول لها my family lives in Cairo. عيلتي عايشة فين؟ في القاهرة. لما هدى سألت وقالت what does your father do؟ ما هي وظيفة والدك؟ واحنا ما كناش عارفين. احنا عرفنا لما رحمة قالت in a big hospital. يبقى كده ايه؟ he is a doctor. he is a doctor. وبعد كده لما بتسألها أين يعمل فهتقول لها where does he work؟ where does he work؟ واحد هيقول لي طب أنا جبت الفعل المساعد does منين وكملت تكوين السؤال رقم 3 منين؟ هقول له أنت كملت تكوين رقم 3 من السؤال اللي قبل رقم 2 اللي هي what does your father do؟ برضو نفس الكلام where does he work؟ أين يعمل؟ بعد كده do you like visiting the pyramids؟ انت بتحب زيارة الأهرامات؟ هتقول لها طبعا هنا yes I do، أيوة بحب زيارتها. فهدى سألت سؤال تاني. رحمة قالت لها I went there last month، أنا رحت هناك الشهر اللي فات. فتقول لها إيه when did you go there؟ طبعا أنا جبت أداة الاستفهام when، وجبت الفعل المساعد did لأن عندي الفعل اللي تحت هنا في الماضي، يبقى when did، واستخدمت الفاعل I حولته ليو،
ورجعت went للمصدر. فاهمين يا شباب؟ فاهمين عملت السؤال كده ازاي؟ when did you go there. تعالوا كده نشوف المحادثة الثالثة. أحمد is telling حاتم about what he did last holiday. أحمد بيقول للحاتم على اللي هو عمله الأجازة اللي فاتت. فحاتم بيقول هاي أحمد how was your holiday؟ أجازتك كانت عاملة إيه؟ أحمد قال له هاي حاتم. ممكن هنا يقول له إيه؟ it was great، كانت رائعة. فحاتم سأل سؤال، أحمد قال له I traveled last week، أنا سافرت الأسبوع الماضي. يبقى كده هيسأله بوين. when did you travel؟ when did you travel؟ when أداة الاستفهام يا شباب، وديد عشان عندي الفعل تحت في الماضي حولت I ليو ورجعت travel للمصدر، يبقى when did you travel؟ مركزين معايا ولا لأ؟ بعد كده في رقم 3 حاتم سأل سؤال، أحمد قال له I traveled to Jordan، أنا سافرت للأردن. يبقى كان بيسأله أنت رحت فين؟ Where did you travel؟ Where did you travel؟ أيوة كده، where أداة الاستفهام اللي هتسأل عن المكان، وديد عشان الفعل تحت في الماضي، وآي تتحول ليو، وترافلد ترجع للمصدر. فحاتم قال له واو did you visit your family there؟ هو أنت زرت عيلتك هناك؟ ممكن يقول له هنا طبعا yes I did، yes I did. فقال له did your brother travel with you؟ هو أخوك سافر معاك؟ ممكن يقول له yes he did أو no he didn't. مفيش مشكلة، الاتنين إجابات صحيحة. تعالوا نشوف المحادثة اللي بعد كده. منى and ندى are talking about their favorite food. منى وندى بيتكلموا عن طعامهم المفضل. فمنى بتقول what is your favorite food؟ ما هو طعامك المفضل؟ طبعا احنا مش عارفين ندى هترد تقول ايه، لكن منى ردت بتعجب قالت كشري. يبقى كده الإجابة هنا كشري. خليك عارف ان اي إجابة بعدها علامة تعجب تحت ربما تحتاجها فوق، مش في كل الأوقات، ربما تحتاجها فوق. فكده طبعا هتبقى الإجابة فوق I like كشري، أو my favorite food is كشري، أو it's كشري. فبعد كده منى قالت لها كشري، وقامت سألها سؤال قالت لها رايس توماتوز اند باستا. طبعا رايس توماتوز وباستا يا شباب دولت الانجريدينتس المكونات، فهتقول لها what are its ingredients؟ what are its ingredients؟ ايه هي المكونات الرئيسية بتاعتها؟ بعد كده منى سألت سؤال، ندى قالت لها yes it's very delicious. طبعا ده سؤال سهل جدا لان انا بشطب yes واقدم الفعل على الفاعل، فيبقى السؤال is it delicious؟ هل هو لذيذ؟ بعد كده منى سألت قالت what else do you like؟ انت بتحب ايه تاني؟ ممكن ندى هنا تقول لها اي اكلة تانية، ممكن تقول لها I like pizza I like fish زي ما هي عايزة. فبتقول لها what about you؟ طب وماذا عنك؟ طب وانت بتحب ايه؟ هنا برضو منى تقول لها اي اكلة، ممكن تقول لها I like burger مثلا. ندى ردت قالت wonderful. تعالوا ناخد محادثة كمان. علي is asking مراد about his favorite subject. علي بيسأل مراد عن مادته المفضلة. علي بيقول هاي مراد can I ask you a few questions about your school؟ هل أقدر أسألك قليل من الأسئلة عن مدرستك؟ فمراد طبعا هيرد عليه يقول له yes of course، نعم بالطبع. علي قال له what is your favorite subject؟ ما هي مادتك المفضلة؟ طبعا احنا يا شباب هنا مش عارفين ايه المادة المفضلة غير لما نكمل. علي سأل سؤال، مراد قال له because English is an interesting subject، لأن الإنجليزي هي مادة شيقة. نرجع بقى لمراد فوق في الرد كده بيقول له ايه I like English أو my favorite subject is English. فبعد كده علي بقى هيسأل سؤال بإيه، عشان كده مراد رد عليه قال له because. تعرفين لما يبقى الرد because يبقى السؤال بإيه؟ بواي. برافو عليكم. يبقى why do you like it؟ انت بتحبها ليه؟ مراد قال له because English is an interesting subject. علي سأل سؤال فمراد قال مستر عمر is my English teacher this year. مستر عمر هو مدرس الإنجليزي بتاعي السنة دي. يبقى كان بيقول له مين مدرسك؟ بأداة الاستفهام ايه؟ هو. برافو. Who is your English teacher this year؟ مين مدرس اللغة الإنجليزية بتاعك السنة دي؟ وعايز انوه لك على حاجة مهمة، لما استخدمنا هو للسؤال عن الفاعل العاقل شلنا الفاعل مستر عمر بس وحطينا هو مكانه وحطينا الجملة زي ما هي مع تغيير الضمائر. بعد كده بيقول له how often do you study it؟ كم عدد المرات اللي انت بتذاكرها؟
ممكن هنا مراد يرد يقول له I study it twice a week أو 3 times a week زي ما أنت عايز. ندخل يا شباب على السؤال الخامس اللي هو read and correct the underlined words. هنقرأ ونصحح الكلمات اللي تحتها خط، وده السؤال الخاص بالقواعد، وده سؤال مهم جدا لازم نركز عليه. يلا كده نشوف الجملة الأولى. 1. Can you helping me please؟ طبعا واضح جدا helping هنا خطأ، لأن كان بتتبع بانفينيتيف فعل في المصدر، فيبقى تصحيح helping هنا help. 2. رقية sleeps always early. طبعا الترتيبة ديت خاطئة، لأن عندي كلمات المضارع البسيط بتسبق الفعل، فتبقى رقية always sleeps. 3. They study for 2 hours last night. طبعا عندي هنا last night دل على زمن الماضي البسيط، فيبقى الفعل في الماضي، فتبقى studied مع قلب الواي إلى I وأضيف ed. 4. Is there some water in the fridge؟ طبعا هنا عندي some هتبقى any، لأن ده سؤال واني هي اللي بتيجي في السؤال. ندخل على النموذج الثاني. 1. Does you play football؟ طبعا does ما تنفعش مع you أبدا، اللي ينفع مع you من verb to do you play football؟ 2. Summer goes often to school by bus. لسه حليناها حالا في الجملة رقم 2 فوق. طبعا كلمات المضارع البسيط بتسبق الفعل، فتبقى summer often goes. 3. What does your new house looking like؟ طبعا looking يا شباب خاطئة جدا، لأن الفعل المساعد اللي عندي does بيتبع بانفينيتيف مصدر، فتبقى looking هنا look. 4. This bike belongs of مهاب. طبعا تصحيح of هنا هتبقى to، لأن belong حرف الجر بتاعها to. ندخل على النموذج الثالث. 1. Washing your hands before and after meals. طبعا انتوا دارسين ان الجمله الامريه المثبته بتبدا بانفينيتيف فعل في المصدر بدون اضافات، فتبقى washing هنا wash. 2. ليلى loves put her photos in an album. طبعا احنا خدنا قبل كده لما بنجيب فعل بعد love الفعل ده بيكون مضاف له ing، وخد بالك ان put هيضاعف فيها حرف التي، فتبقى هنا putting. 3. Where did you went on holiday last summer؟ لما يبقى عندنا did يبقى عندنا مصدر، فيبقى المصدر من went go. 4. هنا visits his grandmother every week. طبعا يا شباب هنا ما ينفعش his مع هنا ابدا، هنا معاها صفة الملكية her، يبقى هنا visits her grandmother. ناخد نموذج تاني من نماذج التصحيح. نمبر 1. look سارة is take a photo in the garden. طبعا عندي take هنا هتبقى taking، لان انا عندي look من كلمات المضارع المستمر، وعندي كمان is، و is بتتبع بفعل مضاف له ing مع حذف الاي ووضع ing. 2. do إسراء work at school. طبعا do ما تنفعش مع إسراء أبدا، طبعا هيبقى تصحيح هنا do does. 3. هدى reads 3 books last month. طبعا أنا عندي last month يا شباب دل على زمن الماضي، فالمفروض هجيب الفعل هنا في الماضي، والماضي من الفعل read برضه هو نفس السبلينج بتاعه read، ولكن بتتنطق في الماضي read، فتبقى هدى read. 4. there is many sugar in my tea. طبعا sugar كلمة uncountable noun كلمة لا تعد، ومني بتيجي مع المعدود فقط، لكن أنا هنا عايز طبعا much. ناخد نموذج تاني من نماذج التصحيح. نمبر 1. مريم likes English so she never reads English stories. طبعا never هنا ما تنفعش، لأن أنا عندي هنا بقول مريم likes English، فطبعا هتبقى always، يبقى she always reads English stories. 2. who laptop is that؟ it's mine. لما اجي اسال طبعا الملكيات بستخدم اداه الاستفهام whose. 3. we went to the theater next week. طبعا next هنا يا شباب هتبقى last، لان انا عندي went هنا ماضي وانا عايز كلمه من الكلمات الماضي. 4. can you jumping high؟ لسه حلينها طبعا حالا بعد المودال فيربس، بعد كان بجيب انفينيتيف فعل في المصدر، فجامبنج هنا هتبقى jump. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. رجعنا النهاردة على سؤال الديالوج، سؤال المحادثة، وده من الأسئلة المهمة جدا في الامتحان. رجعنا كمان على السؤال الخامس، سؤال read and correct، سؤال التصحيح.
اتمنى من الله ان انتوا تكونوا استفدتوا معانا النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك. لو ما كنتش اشتركت في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. لو محتاج اي حاجه يا ريت تسيب لي تعليق تحت الفيديو وانا هرد عليكم ان شاء الله. اشوفكم على خير الحلقه اللي جايه. جود باي.